ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم معاكم عن مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا كلنا، ألا وهي الحدود الشخصية. بس قبل ما نبدأ، اعملي حاجة بتحبي تشربيها واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالي نسمع سوا. قبل ما أقولك ازاي تحطي حدود شخصية أو يكون عندك حدود شخصية، خليني أقولك ملحوظة صغيرة الأول. احنا مش بنحط الحدود دي بينا وبين الناس علشان نعزل نفسنا عن الناس، بالعكس، احنا بنحط الحدود علشان نحمي نفسنا ونحمي الشخص اللي قدامنا كمان. كأننا كده راكبين عربية، لازم يكون في مسافات أمان بينا علشان أي حادث أو أي صدام نقدر نحافظ على سلامتنا كلنا قدر المستطاع. فاحنا هنا بنحط الحدود الشخصية علشان نقدر نحمي احتياجاتنا ومشاعرنا وطاقتنا ونفسنا، وكمان نحمي الطرف الآخر. مش معنى إني بحط حدود شخصية إني بنعزل أو بنطوي أو إن أنا شخصية متحكمة في اللي قدامي. بالعكس، احنا بنحط حدود لتصرفات معينة، وعلشان تحط حدود بينك وبين الشخص اللي قدامك دي هتكون رحلة طويلة جدا من الحزم. فما تتوقعيش انك لما تقولي لحد على حدودك انه فجأة كده هيلتزم بيها من اول مرة. لا، لازم في كل مرة هتعيدي الحدود بتاعتك دي مرة واتنين وتلاتة، ومع كل مرة هيكون في درجة من الحزم هتزيد واحدة واحدة. فلو انتي من الشخصيات اللي صعب تقول لا لأي حد، يبقى لازم تبدأي تقولي لا في الحاجات الصغيرة. معظم الناس عندها مشكلة في إنها تقول إيه هي حدودها النفسية أو حتى يحطوا حدود نفسية. فالنهاردة هتكلم معاكم عن أنواع الحدود النفسية وإيه أفضل طريقة إن أنا أحط بيها حدود وأبعت إشارات للناس اللي حواليا إن دي حدودي النفسية وياريت ما تتعدهاش. في طريق رحلتك وانتي بتحطي حدود نفسية هتلاقي فيه 3 أنواع للناس لازم تكوني عارفاهم. أول نوع الناس اللي عندها حدود نفسية محكمة، وتاني نوع اللي عندهم حدود نفسية غير محكمة، وتالت نوع اللي عندهم حدود نفسية مختلطة. وكل واحد فيهم ليه علامات، فلازم تكوني عارفة علامات كل واحد علشان تشوفي انتي انهي واحد فيهم. اول حاجة الناس اللي عندها حدود نفسية محكمة بيعرفوا يحطوا حدود جدا لمشاعرهم، بيتعاطفوا مع اللي حواليهم بس بحدود على حسب مقدرتهم وطاقتهم، مش بيعتمدوا ابدا على اراء الاخرين، ومش بيدوا معلومات كتيرة عنهم، ومش بيقولوا معلوماتهم بسرعة. بمعنى انهم مش كتاب مفتوح، بيسمعوا اكتر ما بيتكلموا، وعارفين هم عايزين ايه وبيقدروا يعبروا عنه، ومش بيخافوا من الرفض. اما تاني نوع اللي عندهم حدود غير محكمة، دول بقى بيخافوا الرفض، بيخافوا يقولوا لأ، بيخافوا يطلبوا طلب من حد، بيخافوا كمان ان هم يكونوا مش محبوبين، بيعتمدوا دايما على آراء الناس اللي حواليهم وبالتالي ما عندهمش حدود محكمة. بيتفاعلوا جدا وبيتعاطفوا جدا مع مشاكل الآخرين وبيهتموا بيهم أكتر من اهتمامهم بنفسهم، حتى لو هم مش فاضيين أو مضغوطين برضه بيجوا على نفسهم عشان الناس اللي حواليهم. تالت نوع بقى اللي هم الحدود المختلطة. الناس دي مش بتعرف تفرق بين مكانات الناس، يعني زميلات العمل نخليهم مكان الأصدقاء المفضلين، والناس اللي لسه متعرفين عليهم نخليهم وكأننا عارفينهم بقالنا سنين. عندهم تداخل واختلاط في العلاقات، بيعرفوا يحطوا حدود كويس قوي لناس معينة اللي في محيطهم، ومع ناس تانية الغريبة عنهم تلاقيهم مفيش حدود خالص، بيعرفوا يوازنوا في حتة وفي حتة تانية لأ. دي أنواع الحدود عامة. أما في بقى حدود شخصية لكل واحد فينا، حدود جسدية، حدود مادية، حدود وقتية، وحدود كمان عقلية. الحدود الجسدية ودي بتشمل الجسد بتاعنا وحدوده أو الحاجات اللي حوالينا، المحيط بتاعنا زي فستاني، عربيتي، غرفتي، أي حاجة من ممتلكاتي. تاني نوع من أنواع الحدود الشخصية وهي الحدود المادية، ودي برضو ما ينفعش حد يتجاوزها أو يتخطاها معاكي، لأن أموالك أو فلوسك دي حاجة شخصية ليكي، ما ينفعش حد ياخد منها أو يجبرك إنك تدفعي له حاجة. تالت نوع من أنواع الحدود الشخصية هو الحدود الوقتية، ودي معظمنا مش بيحترمها خالص، زي إن حد يتصل بيكي في وقت انتي قاعدة فيه مع عيلتك أو مع أولادك، أو بتطبخي ومشغولة وتفضل ترغي معاكي بالساعات علشان هي عايزة تتكلم وده الوقت المناسب ليها، أو إن حد يجي يزورك في وقت مش مناسب من غير ما يستأذن، أو مثلا إني أكون في أجازة من الشغل وألاقي المدير بتاعي أو زمايلي عمالين يكلموني ويطلبوا مني حاجات في يوم أجازتي، فدي برضو حدود وقتية ما ينفعش حد يتجاوزها عندك. تالت نوع أو رابع نوع الحدود العقلية. الحدود العقلية إني أفرض على حد رأي معين أو كلام معين وعايزاه ينفذه ويتبناه، زي إني مثلا أفرض على ابني أو بنتي طريقة كلام معينة أو طريقة تفكير معينة، أو يلبسوا حتى لبس يرضيني أنا وهم لأ علشان فقط أنا مقتنعة بيه، لكن رأيهم هم وتفكيرهم هم وقناعاتهم هم أبدا مش مهم. طيب إحنا نعمل إيه لو حد تعدى حدودنا الشخصية؟ أول حاجة لازم نتعلم نقول لأ بطريقة واضحة وصريحة. أقول لأ إزاي؟ معظمنا لما بيقول لأ بيقولها يا إما بعصبية ونرفزة يا إما بيقولها بصوت واطي وبقلة ثقة، فالرسالة بتكون مش واضحة للناس اللي قدامنا وغالبا هيفهموها مش لأ،
وقتها انت هتكوني متضايقه من جواكي ومضغوطه وزعلانه. فلازم لما تقولي لا تكون واضحه وصريحه وبطريقه شيك. ومهم قوي لما اقول لا اتكلم بلغه جسد واضحه وواثقه وبنبره صوت مسموعه ومعتدله، لان لازم الشخص اللي قدامك يفهم انك واثقه جدا من كلامك ومتاكده من رفضك. مش عيب ابدا ان انا اقول لا، ولازم تكون واضحه وصريحه وبابتسامه في نفس الوقت. وحاجه مهمه كمان علشان تعرفي تحطي حدود، لازم تكوني عارفه الاول ايه الحاجات اللي بتضايقك وايه الحاجات اللي بتحبيها وايه الحاجات اللي بتكرهيها، ايه الحاجات اللي مسموح الناس يتجاوزوها وايه الحاجات اللي خطوط حمراء ما ينفعش حد يتجاوزها، علشان تقدري تفهميها للناس اللي حواليكي. واحدة من أكبر المشاكل اللي بتنتج عن الحدود الشخصية المخترقة أو الضعيفة هي ضعف التقدير الذاتي، وإنك تبقي شايفة نفسك دايما قليلة ولا تستحقي، ومش حاطة نفسك أولوية وجاية على نفسك، واللي حواليكي دايما جايين عليكي. طيب دلوقتي ازاي نعرف نحط حدود نفسية لو احنا ما عندناش حدود نفسية؟ علشان تحطي حدود نفسية انتي هتمري بثلاث مراحل. اول مرحلة هي اصلا مرحلة وضع الحدود. لازم تكوني في المرحلة دي انتي عارفة انتي عايزة ايه، عارفة ايه الحاجة المسموحة بالنسبة لك وايه الحاجة اللي مش مسموحة زي ما قلت لك. فلو حد بيتكلم معاكي باسلوب معين انتي مش حباه لازم تكوني عارفاه، او لو حد مثلا بيعلي صوته عليكي او مش بتحبي حد يقولك كلمات معينة، لازم وقتها توضحي حدودك للناس دي وتقولي لهم ان انا الاسلوب ده مرفوض بالنسبه لي، استخدام الكلمات دي في الاسلوب معايا انا مش بحبه او مش بفضله، يا ريت ما تتكلميش معايا بالطريقه دي تاني او ما تتكلمش معايا بالطريقه دي تاني. لازم توضحي في الاول حدودك. وتاني مرحله لازم هتمري بيها وانتي بتحطي حدود هي التركيز على الحدود. مش معنى اننا قلنا للناس على الحدود بتاعتنا ان هم هينفذوها في اول مره، فهنا دورنا اننا في كل مره الناس بتتجاوز الحدود دي معانا اننا نفكرهم ونركز على الحدود دي تاني، وكل مرة نقولها لازم نركز عليها بحزم أكتر. تالت مرحلة هي احترام الحدود. زي ما احنا عايزين الناس اللي قدامنا يحترموا حدودنا، احنا كمان لازم في الأول نحترم حدودهم. حتى لو اللي قدامك مفرضش عليكي حدود معينة لازم تحترمي حدود الشخص اللي قدامك، علشان لما تيجي انت كمان تعرفيه حدودك بعد كده يحترم حدودك. وخلي بالك في ملحوظة مهمة جدا، ضروري جدا واحنا بنبين للناس حدودنا اننا ما نتأسفش ما نبررش، وخصوصا مع شخصيات متحكمة مثلا او متلاعبة، لان الشخصيات اللي زي دي مش بتحب الحدود ابدا ومش بتحب الرفض ولا بتحب حد يقول لها لا. وتاني حاجة وتاني ملحوظة، لازم نفرض احنا الحدود دي بينا وبين نفسنا ونحترمها احنا الاول، علشان ما ينفعش نقول للناس كلام واحنا ما نلتزمش بيه او ما نعملوش، او احنا نكسر احنا حدودنا. فلازم تكون الحدود اللي انت هتحطيها انت بالاول بتحترميها وما تسمحيش لاي حد انه يكسرها. ما تتهاونيش وتكبري دماغك مرة مثلا او تقولي لا انا هعديها المرة دي، لا لازم بما انك بينت حدودك وعرفتي للناس ان ده حد ما ينفعش حد يكسره، يبقى لازم في النهاية تقفي عليه وتبقي ثابتة عليه وما تسمحيش لاي حد مهما كان انه يتجاوز حدودك. وبس كده بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو اول مرة تشوفي فيديوهاتي اكتبي لي تعليق جميل زيك عشان اتعرف عليكي، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.